السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة ديال اليوم غادي نطرقوا فيها الماتش ديال الوداد الرياضي البيضاوي واللي غيستقبل فيها الترجي الرياضي التونسي، الماتش اللي غيتلعب غدا ان شاء الله. هذه المقابلة بالنسبة لي انايا وفي الرأي الخاص ديالي فهي مباراة الثنائيات بامتياز، وغادي نحاولوا نشوفوها بوست بار بوست. إلا بدينا من المديرين التقنيين او الفنيين عادل رمزي وطارق الثابت، كيفاش كيلعب كل واحد فيهم، وغادي نحاولوا نشوفوا حتى اللاعبين سواء لا ديال الترجي ولا ديال الوداد وكيفاش غادي تكون مقابله داخل مقابله. فإلا بدينا بالمدربين، فالمدربين بجوج لا عادل رمزي ولا طارق ثابت بينوا على انهم مدربين كبار خاصهم غير الوقت وما يكونش عليهم الضغط بزاف ويشتغلون في صمت كيخدموا. فالا شفنا المدرب ديال الوداد فمع مرور المباريات ومع مرور الوقت ولا تيعرف الجروب مزيان، ولا كيلقى التشكيله المثاليه اللي كيدير بها نتائج مزيانه نتيجه واداء. صراحه الوداد في الماتشات الاخرين ولا فريق مقنع ولا حتى الجماهير ديالو ارتاحت، لانه ولاو كيعرفوا لو ساتور النواه الاصليه ديال الفريق بدات كتبان. دخول بعض اللاعبين اللي ولاو الدور ديالهم مهم في التشكيل، واراحه او بدا شي عناصر اللي كانت مهمه في الفريق ولينا كنشوفوها اصبحت بديله احتياطيه على غرار محمد أناجم وبهرة. بالنسبه لطارق ثابت فبين على مستوى رائع في الماتش الاخر ديال مازيمبي وعجبني بزاف، وكيجيني مدرب واقعي ما كيتفلسفش، داكشي اللي خاصو يدار كيديرو ما كيتفلسفش. كاينه واحد الواقعيه في الاداء ديالو، وحتى الجروب كيمشي مع الافكار ديالو صراحه. وشفت ان الترجي من احسن الماتشات اللي داروا نهار مع مازيمبي، ومازيمبي ما ساهلينش الماتش ديال ما ساهلينش، كانوا يقدروا يسجلوا حتى هما ولكن لقاو الطريقه باش كانوا لاعبين الترجي، والاختيارات ديال المدرب هي اللي خلات ان الترجي يبان بديك الصوره احسن. ندوزو من المدرب ونمشيو للبوطو. في البوطو كاين بالنسبه للوداد كاين المطيع، فصراحه هاد العام هذا باقي ما بينش على شي مستوى كبير وارتكب العديد من الاخطاء بزاف ديال الماتشات، ولكن مع لقى واحد الفرقه اللي منسجمه وكتدافع كوليكتيفمون مزيان فما تيبانش العيب، ولكن ارتكب العديد من الاخطاء. في المقابل الى خدينا امل الله مميش داك الولد اللي داك اللي باقي صغير فيحسب له الف حساب صراحه. وهاد النتائج اللي كيديرها الترجي فكان له الدور الكبير صراحه في الحصول ديال الترجي على هاد النتائج وبين على مستوى كبير. الى خدينا الظهيرين، الظهير الايمن ديال الوداد اللي غيلعب فيه العملود مع المقابله ديالو مع من غتكون مع بوقرة. العملود هاد الايام راه في الاوج ديال العطاء ديالو، كيسجل كيدافع مزيان، لياقه بدنيه عاليه جدا. وفي المقابل كاين بوقرة اللاعب الجزائري حتى هو اللي انتدبوا الترجي هذا العام، فحتى هو لاعب كبير وكبير جدا، فيزيكمون قوي مزيان، لاعب عصري، جناح عصري كيهاجم في الوقت المناسب وكيعاود يرجع يدافع ويسد مع بن حميده. فهنا غادي نشوفوا واحد المباراه داخل المباراه صراحه ما بين العملود وبوقرة. على الجهه اليسرى بالنسبه للوداد كاين عطيه الله، اللاعب المتميز اللي اشتغل على راسو بزاف، الشيء اللي خلاه يولي اساسي حتى في المنتخب الوطني المغربي ولعب في المونديال، ومستوى صراحه في دائما في صعود. وشفناه في المره اللي فاتت انه كيفاش كيساند
حتى الهجوم وسجل الهدف الثالث، هدف اللي كان رائع ورائع جدا، ويمتاز بلياقه بدنيه عاليه. في المقابل شكون اللي معاه؟ كاين حسام الدين غشة، اللاعب الجزائري هو الاخر كذلك، لاعب ممتاز، لاعب جناح عصري صراحه، كيمتاز حتى هو بالقوه البدنيه وبالجرينتا، بروح القتاليه، الروح القتاليه اللي عنده. وشفتو في الماتش الاخر انه كيفاش في الماتش ديال لالي ماشي مع مازيمبي، انه كيفاش مني خرج المدرب بن علي رجع هو كاريار ضروه ونجمها، لانه اختصاصي داك الرواق الايمن صراحه، ولاعب ممتاز. وغادي نشوفوا واحد المباراه ما بين عطيه الله وحسام الدين غشه. الى خدينا قلبي الدفاع ديال الوداد، فجمال حركاس مع ابو الفتح، فهم بداو كينسجموا لانهم ولاو كيلعبوا هاد الماتشات الاخرين بزاف، بدا الانسجام بيناتهم، ولاو مفاهمين. وفي المقابل اللي غيلعب محداهم كنظن غالبا غيبدا رودريغيز صراحه، لانه ادى الماتش الاخر مزيان، ويقدر يفاجئ طارق ثابت ويلعب داك السوي داك الافريكان، يقدر ماشي بعيد، لانه الماتش غادي يتلعب هنا في كازا، غيكون عنده قراءات اخرين وغيكون عنده تحفظ من البدايه بالنسبه لطارق ثابت، لانه مدرب واقعي غيقدر يدخل بواحد التشكيل مغاير للمقابله ديال مازيمبي اللي تلعبت في راديس. غادي تكون واحد المعركه صراحه بين هاد المهاجم، سواء لا رودريغيز ولا سوي، مع قلبي الدفاع ديال الوداد. في وسط الميدان غتكون المعركه الحقيقيه، فالوداد اصبح يمتلك وسط ميدان قوي كيلعب كره بوجود كل من يحيى جبران و زكريا الدراوي وأحناش. هاد الثلاثي بدا كينسجم وكيلعب كره في الارض، ووسط ميدان عصري. في المقابل غيكون معاهم بالنسبه للترجي، فغيكون حسام الدقا، وغيكون بحال المره هنا يقدر يدخل هيثم الوهابي من الديبار، ويدخل زكريا العيد ويلعب او معتز الضام، ويلعب باكثريه يكون دفاعي، خاصه في الشوط الاول طارق ثابت. وغالبا كنظن ما غاديش يدخل ينساسي، لان المقابله خارج تونس يقدر يكون متحفظ في الشوط الاول، فغالبا هذا هو الثلاثي اللي غيدخل: حسام الدقا وهيثم الوهابي غيث الوهابي وزكريا العيب او معتز الضام، وغالبا غيكون زكريا العيب. هاد المعركه غتكون معركه قويه، وغتكون فيها النديه، وغتكون فيها الشراسه، وغتكون فيها كل شيء في وسط الميدان. معركه وسط الميدان، من سيربح هذه المعركه غادي يكون له واحد نسبه كبيره باش غادي يفوز بالمقابله. معركه هاد الماتش غادي يتلعب في وسط الميدان اكثر. بالنسبه للهجوم ديال الوداد، فشفنا منتصر الحتيمي على اليمين، اللي غيلعب قدامه اللي غيلعب حداه بن حميده، فغتكون حتى هي غتكون مباراه قويه وقويه جدا. بن حميده المشكل ديالو الا طلع الهجوم كيخلي بلاصتو خاويه وكيتمحن، ربما غادي يعطيه المدرب طارق ثابت ما يطلعش، خاصه في بروميير ميطا، لانه الا طلع غادي يدير فيه ما بغى منتصر الحتيمي، لانه باقي صغير وصحيح وجري. المهم غادي نشوف واحد المعركه بيناتهم حتى هما كذلك. على الجهه اليسرى حكيم ابو سفيان اللي كيعوض الهوني، غالبا الهوني ما غاديش يلعب، حمدو الهوني اللي كان اللاعب السابق لفريق الترجي، غالبا كنظن موحش غادي يلعب، لانه بحال تصاب في الماتش اللي قبل مع انيمبا في لالي بشي تمزق عضلي ولا شي حاجه. غادي يلعب ابو سفيان هنا. ابو سفيان غادي يلعب كونتر بن علي، غالبا غيكون بن علي ولا غيكون بوشنيبه قوي. دبري الطريقه اللي غيلعب بها
طارق ثابت اظن ان بوشنيبه هو اللي غادي يدخلو من البدايه، والله اعلم. وفي الهجوم كاين بالنسبه للوداد كاين لافا سونتر اللي جابوه من بركان، مشات لي السميه معليش، كونتر طوغاي ومرياح. صراحه هادو غادي يلعبوا مزيان. انا عندي اليقين انهم غادي يلعبوا مزيان، خاصه في الشوط الاول ما غيخويوش بزاف، غيكون مزيان. وغتكون معركه البحيري مع البحيري ديال الوداد لافا سونتر، غتكون معركه قويه وقويه جدا صراحه هذا الماتش هذا. وغادي نشوفوا فيه الكره، وغادي نشوفوا فيه النديه، وغادي نشوفوا فيه جميع الحوايج اللي كيتعلقوا بكره القدم. وهذا الماتش يقدر يتلعب عليه جزئيات بسيطه، يقدر في اي لحظه شي واحد ياخذ لك شي حمراء، شي تصرف ماشي هو هذاك، ويتقلب لك الماتش راسا على عقب. هاد المقابلات كتكون فيهم حساسيات، كتكون فيهم واحد الحساسيات كبيره بزاف، وكيتلعبوا على جزئيات. وصراحه المقابله ديال الوداد والترجي لا فلالي لا في الروتور غادا تكون مقابله قويه، وغادا تشرف ان شاء الله القاره الافريقيه المستوى اللي وصلت ليها الكره الافريقيه. وكنتمناو هاد المقابله تدوز في روح رياضيه كبيره، ويتنسى ما وقع في 2019. استودعكم الله، على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله بعد المباراه ديال الوداد والترجي الرياضي التونسي، ونشوفوا الملاحظات ديالنا حول تلك المقابله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.